الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، لكم منا تحية ترحيبية بهذا اليوم الذي خصصته جمعية طيور الجنة التي تكفل وترعى الطفل التوحدي. نظمت اليوم بشراكة مع المؤسسة البلجيكية إزبيال إيفازيون، ويوم لدراسة التوحد بالجهة الشرقية يشرف على شرحه وتفسيره أساتذة كرام الذين لهم منا كل الشكر والاحترام والتقدير على حضورهم الذي يبرز قيمهم الموجهة في اهتمامهم بالطفل التوحدي. مسار رسمته جمعية طيور الجنة في إدماج الطفل التوحدي في المجتمع. هذا الخط الواضح بكل ما تستطيع لها من مجهودات وقدرات. حضورنا الكريم، لا أطيل عليكم الكلام، أجدد الترحاب بكم ونقف الآن وقفة افتتاحية بخير الكلام أم الكتاب سورة الفاتحة، فلنقف لنتلوها جميعا. جزاكم الله خيرا. لكل سفينة قائد أو ربان عظيم. جمعية طيور الجنة تقودها رئيسة تسهر هي وكل الأطر معها على العمل وفق ما يصب في مصلحة الطفل التوحدي. فلتتفضل السيدة رئيسة جمعية طيور الجنة السيدة سهام زروقي لتقول كلمتها الترحيبية بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باسم جميع أعضاء مكتب جمعية طيور الجنة والأطر الزراعية والتربوية، نرحب بضيوفنا الكرام مؤسسة إزبيال إيفازيون الذين تحملوا عناء السفر والتنقل من بلجيكا إلى المغرب من أجل مساندة أطفالنا ودعمهم لغد أفضل، وأيضا لخلق شراكة تعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات وإضافة الجديد لعملنا في مجال التوحد بالجهة الشرقية. لهم منا ألف تحية احترام وتقدير. ونخص بالذكر الأستاذة الجليلة ومنسقة الشراكة بين مؤسسة إزبيال إيفازيون وطيور الجنة الأستاذة الجامعية مريم عبد الله، التي نتقدم لها بالشكر الجزيل على كل ما بذلته من أجل هذا اللقاء المتميز. إنسانة لها مبادئ وعمل إنساني واجتماعي تعمل ليل ونهار من أجل خدمة فئة التوحد في الجهة الشرقية. اليوم نتشرف بحضور شريكنا الأول والذي قدم الكثير لجمعية طيور الجنة من تكوينات الأطر وتوفير وسائل النقل لأطفالنا وتوفير الوسائل التعليمية، والآن هو في طور بناء مركز أطفال وشباب التوحد بالجهة الشرقية. ومهما نقول في حقه لن نوفي دعمه الكثير والمتواصل والدائم لمشاريعنا وأهدافنا النبيلة في خدمة ذوي التوحد. إنها جمعية أمة شاريتي من فرنسا، وأطلب من الجميع التصفيق لهذه المناسبة. جزيل الشكر والامتنان لشركائنا المحليين من مؤسسة
الذي حقق نتائج مهمة في تحسين ظروف المستفيدين. المديرية الإقليمية لنيابة تعليم وجنندات، مجلس عدالة وجنندات، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مركز محمد السادس للمعاقين، وأيضا أحيي جمعية طلبة الطب بوجدة الذين يعملون كل سنة في إدخال الفرحة على قلوب أطفالنا من أجل تقديم أنشطة ترفيهية وتربوية. أيضا نشكر طلبة الطب اليوم، جاء اليوم لنكرمهم ولو بتصفيقات حارة معنا مؤسسة ملتي إيزا المتمثلة في رئيستها الأستاذة الرحماني الناعمة، التي أدخلت الجانب الاجتماعي في جميع التخصصات الطبية. نشكرها أيضا ونشكر حضور الممرضين والممرضات ملتي إيزا على الحضور. الجمعيات ورئيسات وأمهات وآباء أطفال وشباب التوفى، وخصوصا أمهات طيور الجنة، أحييكم. وختاما نجدد الشكر والتقدير إلى مديرة المستشفى الرازقة الدكتورة والأستاذة الفاضلة عناية بشرى على تلبية الدعوة والحضور معنا، وكانت دائما تساند الأسر تطوعا منها وإيمانها القوي بالتعاون وتكثيف الجهود والتدخل المبكر، مؤهلات تساعد بشكل كبير في إدماج الطفل التوحدي. أيضا الطبيب السيد عزيز القش وهو خريج برنامج رفيق حاضر معنا اليوم إن شاء الله، وهو أخ لجميع أطر الجمعية، نشكره على كل مجهوداته وما يقدمه لنا من معلومات، ويعتذر حتى يلتحق إن شاء الله من العمل ديالو معنا. وأيضا اعتذر الدكتور نبيل دروش ومدير مركز محمد السادس للمعاقين للحضور على التزاماته والسفر خارج مدينة وجدة، ولكن هناك حضور ممثلات عن مركز محمد السادس للمعاقين، فنشكر الحضور ديالكم معنا. وفي الأخير أقول لكم أن جمعية طيور الجنة هي أسرة، بيت، لجميع الأطفال وشباب التوحد في الجهة الشرقية. وشكرا لكم. السيدة الرئيسة المنظمة للوقاء رئيسة جمعية طيور الجنة، السيدة مديرة مستشفى الرازي، السيدة ممثلة مؤسسة محمد السادس، السادة ممثلين لاسبال ديفازيون للجمعية البلجيكية لحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، السيدات والسادة رؤساء الجمعيات لحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة بالجهة الشرقية، الأساتذة والدكاترة، زملاء الطلاب، ضيوفنا الكرام والحضور الكريم، يسرنا أن نرحب بضيوفنا الكرام ونشكر ممثلي القادمين من بلجيكا للمشاركة في تنظيم مثل هذا اللقاء الأولي مع الجمعيات لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ونغتنم هذه الفرصة لنرحب بالجميع بمشاركتهم في هذه التظاهرة التربوية الاجتماعية لدعم كل المبادرات لتحقيق الأهداف السامية في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الوقاية والحد من آثارها، وضمانا لحمايتهم وضمانا لتكافؤ الفرص والتفتح على آفاق واعدة وتأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة المعنية. إن حضورنا اليوم يتمحور حول مخططات تنبثق من اللقاء المغربي البلجيكي لإعداد تمكين جمعيات الشرق لربط علاقات تشاركية في المجالات التربوية والاجتماعية والثقافية. وإننا نترك الكلمة لمحاضرينا لتسليط الضوء على التطلعات التي نأمل الاستجابة إليها من الطرف المغربي البلجيكي. Monsieur le Président des associations, Mesdames et Messieurs les docteurs, nos invités, nos étudiants de la faculté de médecine ainsi que les infirmiers,
nos chers amis. Je voudrais tout d'abord remercier nos futurs partenaires maroco-belges qui ont bien voulu répondre à notre invitation après avoir partagé avec nous notre initiative et qui n'ont pas tardé de nous joindre à Oujda pour réaliser cette rencontre maroco-belge pour une réunion préliminaire inaugurale, en effet pour débattre du sujet des autistes qui nous permettra, je dirais, qui permettrait aux futurs partenaires de l'oriental marocain et de la SPL belge de saisir particulièrement l'occasion, la thématique sur les autistes qui représente aujourd'hui dans notre région un nombre important qui alerte de plus en plus les familles et en premier lieu celles démunies pour assurer une prise en charge sérieuse de leur enfant autiste. Nous projetons donc de contribuer à la nécessité de déclencher des partenariats par une politique intégrée qui répondrait à la question de la rééducation et à la protection des cas difficiles et dont la prévention s'avère urgente pour faire face à l'inertie de l'État. Ce qui va être l'initiative d'un partenariat durable en liaison à l'avenir avec les compétences de la coopération maroco-belge. En cette matière, les intervenants vont examiner des questions socio-éducatives et autres qui renforceraient les capacités et le potentiel des associations naissantes dans ce domaine. Notre participation nous facilite les tâches à entreprendre plus tard. Merci pour votre